اليوم غادي نشارك معكم بريوات بالخضره كيجيو بنانين ولذاذين. اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فيديو جديد. الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش ديروا متابعه وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وإلا عجبكم الفيديو استفدتوا منه ما تنساوش ديروا جيم وتخليو تعليق. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هي الحشوه. غادي نجيب واحد المقله نديرو فيها الزيت سخن. غادي نجيب البورو اللي يكون مقطع رقيق غادي نحطوه باش يتشحر. الا ما كانش توفر ديروا البصله. غادي نجيب كيلو ديال الخيزو اللي محكوك غنزيدو على البورو. غادي نحرك مزيان، غادي نخليهم كيتشحروا ليا مزيان. غير يبان ليا خيزو بدا كيدبل غادي نزيد عليه الربع ديال ليشو اللي ابيض غادي نقطعو حتى هو رقيق. وغادي نزيد عليه الربع ديال ليشو الموف، يعني غنديرو النص ديال ليشو بحال هكاك، نص غير الربع من الموف والربع والربع من الابيض. صافي غادي نزيد عليه تقريبا كيلو الا روب ديال الكورجيط حتى هي محكوكه، يعني تيبان ليا داك اللي شو دخلو الطياب وبدا كيدبل. عاد غادي نزيد الكورجيط. عندي هنايا الفطر الاسود اللي خويت عليه الماء طايب ترقاد وطلق ليا وهاشيتو شي شويه. يعني عندي هنا 10 دراهم ديال الفطر الاسود خديت ديال العبار. وعندي الشعريه الصينيه اللي رقدت حتى هي في الماء طايب وصفيتها حتى هي وهاشيتها. المهم الشعريه الصينيه كتبقى الكميه على حسب الاختيار ديالكم. صافي عندي هنايا 20 درهم ديال البقري و10 دراهم ديال اللدن، يعني خلطت ما بيناتهم بجوج كيعطي واحد المذاق زوين. زدت واحد 3 الفصوص ديال الثومه وزدت العطريه شويه ديال السكينجبير شويه ديال البزار والكمون والخرقوم والملح. هنايا غادا نزيد الصوجه تقريبا 2 المعالق ديال الصوجه. وعندي 2 المعالق ديال صلصه البحر كتعطي واحد المذاق زوين كما كتشوفوا راه خاسره هي هذه كتعطي واحد المذاق واحد الاضافه اللي زوينه هي والصوجه. غادي نزيد واحد الملعقه ديال الهريسه اللي اختياريه، ولا ما كانش عندكم ديروا معلقه ديال السودانيه اللي كيعجبو الحار. صافي غادي نخلط مزيان داكشي، نبقى نخلط حتى يطيب ليا ديك الحشوه ديالي طيب. المهم انا راه الكفته كنضيفها قبل ما ندير الفطر والشعريه الصينيه، غير نسيت الكفته داكشي علاش زدتها هي الاخير. صافي من بعد ما طابت ليا الحشوه مزيان غادي نجيب شويه ديال القزبر او معدنوس مقطعين حتى الاخر باش كيعطيوني مذاق زوين. عندي هنايا الفرماج احمر مع الموتزاريلا اللي مخلطين كانوا عندي في فريغو، طحناهم وديرهم في فريغو. وممكن نزيدو حتى الفرماج مثلث الا كان متوفر. انا ما عنديش ما درتوش صافي درت غير اكتفيت غير بالفرماج احمر والموتزاريلا كيعطيو المذاق ديال البريوات ديالنا واحد التعليكه. شوفوا غير الحشوه شحال كتجي معلكه وبنينه. صافي غادي نحطها على جنب ونخليها تبرد. غادي نجيب الورقه ديال البسطيله، هنا عندي كيلو. غادي نجيب الجوانب غادي نعبر 4 سنتيم ولا ممكن تعبروا غير بصباعكم، يعني 3 الصباع ولا 2 الصباع، المهم على حسب الحجم ديال يديكم. وغادي نقطع غادي نحيد دوك الاجانب كاملين لحقاش ما تجيش فيهم بريوه، وهكا باش نقطع ديك البسطيله ديالها تجيني على شكل مربع باش مين نبغي نقطع يعني على شكل طولي باش هكا البريوات كيجيو في نفس القياس وكيسهل عليا الخدمه. ودوك الجوانب ما يضيعوش لينا، غادي نقطعوهم رقيق ونحتفظوا بهم يعني في المجمد باش هكا نقدروا نزوقوا بهم بسيطلات ديالنا. المهم غادي نحتاجو كما شفتوا ولات عندي البسطيله على شكل مربع. غادي نحسب غير 3 الصبعان ونطبع باش هكا نقطع على حساب العبار ديال 3 الصبعان ماشي 4، باش هكا كتجيني الورقه هي ديك والبريوه هي هذيك. المهم هاد الحشوه اللي عطيتكم انا او المقادير ديال الحشوه ديال 2 كيلو ديال البسطيله. المهم انا غادي نطيب منها ونحتفظ بها في المجمد، يعني ماشي كلها غادي ناكلها. المهم كنبغي ندير تمره وحده نديروها في تمره وحده، يعني ما نبقاوش نديرو 2 تمرات. المهم الحشوه من بعد ما بردات لينا ندوز دابا نطويو البريوه ديالنا. كيما شفتوا غادي نجيبوا المستطيل الاول نحطوا فيه الحشوه، غادي نجمعوا من القدس حتى القدس ونحاولوا نطويو بالمثلث ونجمعوا الحشوه ديالنا في نفس الوقت ونبقاو غاديين كنطويو ونطويو لهاد الجهه، نطويو على اليمين ونطويو على اليسار، نطويو على اليمين ونطويو على اليسار حتى نتحصلوا على مثلث. عندي هنايا الدقيق مخلط مع شويه ديال الماء هو اللي غادي نلصق به هاد البريوه ديالي ونحتفظ بها في جنب ونكمل العمليه اللي عندي. نحط الحشوه وكما شفتوا راه الطريقه واضحه، واخا ما تعرفوش ليها المره الاولى عاودوا المره الاولى والثانيه والثالثه حتى تعلموا ليها ان شاء الله. وكنسدوه بالدقيق باش هكا ما تحلش لنا البريوه
مي كتكون كطيب لينا. المهم بغيتو تقليوهم قليوهم، بغيتو تدخلوهم الفران دخلوهم الفران. المهم انا درتهم في البيض ودرتهم في لي شابلوغ وغندخلهم المجمد اللي غنطيبو واللي غندخلو المجمد ندخلو المجمد. غنستفهم في البلاطو ماشي بحال هكا، يعني يكونوا مبعدين مع بعضياتهم، عاد غنحتفظ بهم يعني في بلاستيكات ونخليهم في المجمد. راه مي كتبغيهم كتجبديهم كتسخني غير الزيت كتجبديهم من المجمد وتحطيهم كتقليهم كيجيو مقرمشين يا سلام. المهم هنايا قليت غير واحد الكميه مناسبه، وكما قلت لكم تقدروا تدخلوهم في الفران غدهنهم غير بشويه ديال الزيت والتحميره وتدخلوهم من الفران يطيبوا. انا هنايا قليتهم جاو لذاذين بزاف وجاو مقرمشين، شي حاجه ديال تحمير الوجه، واحد المذاق مختلف. كنتمنى تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش ديروا متابعه تفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، وما تنساوش تكتبوا لي في التعليق كيفاش جاوكم البريوات بالخضره ديال اليوم، واش غتجربوهم ولا لا. شكرا لكم على المشاهده والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.